الزوجة الملعونة تقابل صاحب زوجها في بيت مهجور، شوفوا عمل معاها ايه. يا ريت كل اخواتي تعمل لايك، وصلوا الحلقة 5000 عشان انزل المسلسل كامل. سلام قولا من رب الرحيم. هو في كده؟ ايه الشر ده؟ يا رب، يا رب ازاي هقدر عليهم؟ ساعدني يا رب. هحاول اتصل بيه تاني. يتباه. الحمد لله بيرد. الو. الو، بحاول اتصل بيك، مغلق ليه؟ فين الصندوق؟ يا بنتي ما الصندوق انا هدخلك في المكان اللي بتقابل فيه. انت هتستعبطي. انت كنت فين؟ مالكيش دعوه، انا هدخل انام، مش عاوز دوشه. طب مصطفى، انا هنزل اجيب طلبات للمطبخ. انزل. دلوقتي هلاعبكم بنفس السلاح اللي كنتوا بتلعبوني بيه. طب يشتغلني ده ولا ايه؟ بقى تسوحني يا محمد؟ الو، ايه يا محمد، انت بتضحك عليا؟ فين الصندوق؟ لا الشغل ده مش عليا، انا سبتهولك. بقول لك مفيش حاجه. لا فيه، وكده انت بتحوري. بقول لك ايه، عليا وعلى اعدائي، هي كده كده خربانه. يوه، بقول لك دورت كويس ما لقيتش حاجه، انت غبي. غبي؟ طب يا ديما احنا لازم نتقابل. قول كده بقى. ماشي، انا هظبط حالي واجيلك. اتفقنا. البت دي انا مش مرتاح لها. لو اللي في دماغي طلع صح هندمك. ورب لا ندمك.
اهلا، نورت الخرابه. هو في ايه يا محمد؟ فهمني في ايه؟ لا مفيش يا حبيبتي، موضوع سهل وبسيط. انت طلبت الورق اللي في الصندوق وجبتهولك. قال ايه؟ عشان تعرفي مكان الدهب بتاع خالتك وفلوس ابن خالتي اللي هو المفروض جوز سعادتك يا حبيبتي. حبيبتك؟ طب كويس ان انت لسه فاكر اني حبيبتك. وبعدين انا رحت عند الشجره وما لقيتش حاجه، ده معناه ايه؟ بقول لك ايه يا بنت انت مش تخرجي من هنا غير لما اعرف انت ناويه على ايه، ومن الاخر كده ما عدتش باثق فيك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل شيطان وهامة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل شيطان وهامة. اللهم إنك أقدرت بعض عبادك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك الكريم، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. محمد انا اتأخرت، مش هينفع اتأخر اكتر من كده. عادي بقى، قولي لي واقنعيني وانا هسيبك تمشي. يا محمد انا عملت كل ده عشان اجيب حق امي من خالتي، واتفقنا. ايه دخل الشك ما بيننا؟ يا خبر، بقى مصطفى الجدع يحصل له كل ده؟ ومن مين؟ من مراته؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شك؟ شك ايه؟ ده انا خلاص بقيت متأكد. عاوزة تمشي؟ اقنعيني. حاسب بس كده، هو في ايه؟ انا لما شفت مراته فكرت محتاجة حاجة. امال هتدخل بيت مهجور ليه؟ تطلع بتخون وبتقتل. يعني يا رب اعمل ايه؟ طب هم قتلوا مين ولا حصل ايه؟ انا لازم اروح لمصطفى دلوقتي واقول له على اللي انا شفته كله. انت بتعلي صوتك عليا وكمان بتزقيني. والله العظيم مش قصدي، انا ما بقتش فاهماك يا محمد، انا بحبك. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. بص يا ديما، تقنعيني ان مفيش غدر وانا هسيبك تمشي. يوه، يعني نفضل في المكان اللي يخوف ده؟ افرض طلع علينا كلب مسعور ولا تعبان. طالما معايا ما تخافيش. مش ده كان كلامك؟ رايح فين؟ خليكي هنا، هعمل زي الناس. قال قول لي يا محمد، هي السكينة دي هنا بتعمل ايه؟ دي طبق الاصل من السكينه اللي قتلت بيها الدجال بتاعك. يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قولي لي بقى، سرحانه في ايه؟ لا ابدا يا حبيبي، كنت بفكر هقول لمصطفى ايه لما اروح. تروحي؟ مش لما تقنعيني الاول؟ الدجال برضه كان بيقول نفس كلامك، بس الصراحه انا ما اقتنعتش. حسيته بيحاول. ساعتها كانت راشقه في قلبه. انت عايز ايه؟ ازيك يا ابني؟ أهلا وسهلا. عايزه اتكلم معاك في كلمتين. طيب اتفضلي يا حاج.
اقعدي يا حاجه، اتفضلي. اتفضل يا ابني، تعالى يا ابني اقعد جنبي. خير يا حاج، تحت امرك. تسلم يا حبيبي. هو انت هنا لوحدك؟ لا مش لوحدي يا حاج، معايا مراتي بس في مشوار. مشوار فين؟ هو في ايه يا حاج؟ وايه الاسئله الغريبه دي؟ انا عارفك شكليا بس مفيش سابق معرفه. انا مش ناقص. تعبان صح؟ ولا قلقان؟ ولا ما تكونش مرتاح؟ انت بتقولي ايه يا حاج؟ انت عايزه ايه؟ مراتك يا ابني. مين؟ ديما؟ انا معرفش اسمها بس عارفه شكلها وعارفه اللي هي مراتك. طب خش في الموضوع يا حاج، انا مش ناقص. انا شفت مراتك يا ابني داخله الواحد في البيت المهجور في الجهه القبليه. كانوا بيتخانقوا مع بعض وكانوا بيقولوا قتل وسرقه وابصر ايه. قلت لا، ما انا لازم اعرفك، ما انت ما تستاهلش حاجه زي كده يا ابني. مراتك الاولى الف رحمه ونور عليها، كانت ملاك وجايبه لك عيل زي العسل، وانت ما تستاهلش واحده زي بتاعه البيوت المهجوره دي. بقول لك يا ست انت، اللي انت شفتها دي اكيد مش مراتي. انا مراتي بتجيب حاجه من عند الجيران وزمانها جايه دلوقتي. وبعدين انت ايه عرفك ان ابني زي العسل؟ وانت حتى ولا تعرفي مراتي ولا تعرفي اسمها. وبعدين ابني انا اصلا ما اعرفش شكله ايه عشان تيجي وتقولي لي عليه زي العسل. لا انا عارفه شكل ايه. كده نكون وصلنا لنهاية الحلقة 16. يا ريت يا جماعة تعملوا لايك وكومنت واشتراك في القناة، ولو الحلقة وصلت 5000 اعجاب هنزل المسلسل كامل.